تلقينا تعليمات من أعضاء حركة الماك على رأسهم فرحة مني لقطع ومنع الانتخابات. مجموعة إجرامية تتكون من 6 أشخاص جزائريين و4 مغاربة يقيمون بطريقة غير شرعية بولاية تيزي وزو. كانوا يسعون للتشويش على السير الحسن للانتخابات التشريعية، لكن يقظة مصالح المديرية المركزية لأمن الجيش كانت بالمرصاد لهذه المحاولات الفاشلة. وسائط التواصل الاجتماعي على غرار تيك توك وفيسبوك وواتساب منصات اتخذها ناشطو حركة ماك الإرهابية لتنفيذ مخططهم الإرهابي الدنيء من الخارج، والمتمثل في إفشال نجاح سيرورة الانتخابات التشريعية داخل الجزائر. كان يدير لايفات هكذا مع جماعة من فرنسا تاع الماك هذوك على جال مقاطعة انتخابات وانفصال القبائل شغل كنا نناقشوا مع الامورات هذو. كي وصلنا ثماك للمغرب كانت عندنا خليه ثماك تكون من 3 اشخاص اللي كنت فيها انا وجمال الزعيم وزرقاق الهادي، وكان اكسل بالعباسي مولف يجي بزاف ثماك للمغرب. جماعه الماك يروحوا للمغرب كملجا باش يلقاو الاريحيه ديالهم، ومن بعد كاين اللي يروح لوروب، كاين اللي كيبقى تمانية في المغرب، كاين يلقاه ملجا يعاونوه تمانية ويدير النشاط ديالو. الاوضاع في المغرب، شوف احنا عندنا فئه لاباس بها وفئه الارض، يعني تقول الارض راهي تحت هذيك خلاص. كنا مقهورين في المغرب كما نقولوا، كاين في المغرب الحق راه الظلم، خدمه ما كانش ناقصه، معيشه صعيبه. كرسالة للشباب ولا جميع الناس منطقة القبائل، ما تغلطوش، ما يغلطوكمش الناس بأجندات أجنبية ليست من با جزائرية ولا حتى قبائلية، سياسة وأجندات أجنبية مخزنية وصهيونية.